ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل متابعين يوميات صابرين؟ النهاردة هنعمل طبق ويكا أحلى طبق ويكا صعيدي بالمفراك. يلا نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ورجاء فضل الله أمرا اشترك للقناة وحطوا لايك للفيديو مع كركة الساعة مع المخلل. أنا ليا حوالي ماشية في سنة ونص على اليوتيوب. أنا صراحة يعني مش مجاملة يعني ولا بجامل نفسي. أنا بعمل أكلات يعني بسيطة، يعني أكلات على قد، بس بعمل برضو جولات يعني بره يعني في شارع، وبجيب لكم يعني حاجات، يعني بحاول يعني على قد ما قدرتي ان بجيب لكم حاجات تفيدكم، وبجيب لكم ارخص الاسعار من اي يعني مكان. بس يا حبيبي مفيش تقدير. الاشتراكات عندي، المتابعين عندي مفيش، يعني ضعيف خالص، وعندي كمان المشاهدات برضو ضعيفة. مفيش. يا ريت تتابعوني، يا ريت تدعموني كده بلايك، تدعموني كده بالاشتراك، تدعموني كده بالمشاهدة. يا ريت تقووني كده بكلامكم الطيب وتعليقاتكم الحلوة اللي انا بفرح بيها وبستناها، وتقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. تكتبوا لي في التعليقات. ويكا صعيدي على اصولها بالمفراك. يلا نسمي بسم الله ونشوف عملنا الويكا الصعيدي دي اللي تستاهل بقكم. عايزه اقول لكم على حاجه مهمه بس ما تضحكوش عليا. بصوا لما نيجي نغمس الويكا كده نعمل ودن قطه كده، نغمس كده. بصوا مش هنغمس كده، لا هنغمس كده. بصوا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله ونبدأ مع بعضنا. هنا عندي 4 كيلو من الويكا الخضراء. الويكا اهي اقطعها شرايح كده، احش الحته اللي من تحت والحته اللي من فوق دي اهي. بنحاول نقطعها شرايح كده، بس شرايح خفيفه مش سميكه. بص لو انتوا على دوبك على حرف ايدي، على حرف السكينه. نبدأ كده اهي. الحته اللي من تحت دي صغيره، والحته اللي من فوق كده نقطعها كده شرايح. دي ويكا صعيدي على اصولها، نعملها بالمفرك مع بعض النهارده. شرايح اهي زي ما انتم شايفين كده. خلصنا تقطيع الويكا اهو. نسيت اقول لكم ان احنا الاول غسلناها وسيبناها تنشف في الهواء تماما، وبعدين قطعناها زي ما انتم شايفين كده شرايح. وعندي الشوربه هي بتغلي على النار. كانت في شوربه عندي في التلاجة في الفريزر. احط الويكا كده. بدات تغلي هنا، نديها رشه من الملح، وكمان فصين توم مهروسين معاها برضو بتديه طعم للويكا الخضراء، او الويكا الباميه زي ما بتقولوها يعني. بس دي ويكا صعيدي. هنسيبها تغلي كده لحد ما تستوي. على فكره هي ما تاخدش سوا عن النار كتير، عشان انا مقطعاها شرايح خفيفه مش شرايح سميكه. يدوبك بس 3 دقايق كده على النار تستوي. وهنصفيها كده، هنصفيها في المصفى، نصفيها بالمصفى كده، نصفي منها الميه. احنا صفيناها من الشوربه بتاعتها وخلينا الشوربه على جنب عشان احنا هنزودها بعد كده. مش هنكون بالشوربه بتاعتها. وانزل بالمفرك بتاعي، هعمل فيها ادقدق فيها كده لحد ما ايه ما تنعم معايا. عايزاها ناعمه قوي، عايزاها نص ونص، انتوا براحتكم خالص. دقيناها بالمفرك لحد ما بقيت بالشكل ده اهي. المفرك على حسب ما انتوا بتحبوها. انا عايزاها حته كده. انزل بالشوربه بتاعتي برضو نفس الشوربه اللي احنا صفيناها منها. انزل بالمفرك. على فكره المفرك ده بيتباع في السواق، في اي سوق شعبي كده تلاقيه المفرك ده بيتباع.
فيه المنشاق وفيه المفرق اللي زي كده. هنديها بس غلوة كده بعد ما زودناها بالشوربة بتاعتها، وهنتشرها وتبقى عندنا أحلى ويكا صعيدي. بصوا الجمال والحلاوة. حطينا هنا معلقتين سمنة، أنزل بالتومة بتاعتي، التومة بتاعتنا انزل بنص معلقة من الفلفل الحامي، أنا مقطعاه نص قرن كده، ده طعم الويكا كده. وما ننساش رشة من الكزبرة. بدأت التومة تاخد لون معايا، انزل بمعلقة من الجزر من الويكا. طبق شوربة، عملنا احلى طبق ويكا صعيدي على كركة السقف مع المخلل مع العيش.